والأخوات الجوار الطيبة تبارك الله الجميع. معكم خوكم زكريا كالعادة. الله يسخر ويبارك ونهاركم مبروك. اخوان، شحال مرة تنتكلموا على المسألة ديال البقايا ديال الخضر ولا بقايا ديال الفواكه. كما تعرفوا اليوم يوم الجمعة وتنديروا الكسكس، تيشيطوا لنا هما البقايا ديال البصلة، هذه الخيزو، البطاطا الحلوة، هذه كورجيت. كاين الخير، كاين الملفوف تا هو راه كاين، راه دوزتو طحنتو ها هو. وهنا ملي تندوزهم في الهاشوار شوف تيجيو دايرين بحال هكا، يعني هما اصلا تيتجزئوا، تيوليو جزيئات صغار، وتيولي حتى الدجاج ديالنا ولا الفلوس ديالنا راه تيتناولهم وتيجيو ساهله حتى في الماكله ديالو. بطبيعه الحال تنضيفو منه في الخبز. نقدر نضيف عليهم الخرقوم، تندير الخرقوم او الخرقوم، تنضيف عليهم واحد الملعقه صغيره ديال الخرقوم كمضاد حيوي طبيعي ورافع المناعه ومنظف الكبد وعنده عده الادوار ديالو. وهنا يعني تكون عطيتهم واحد الماكله اللي مجانا، يعني هذا خبز تيشيط، هذه خضره في الاصل اللي ما عندوش الدجاج تيلوحها تيرميها، انا ما تنرميهاش، تنقيها وتنطحنها بحال هكا وتنقدمها للدجاجات ولا الفليسات. راه ما شاء الله تحتوي على شو الفوائد دابا، فيتامينات، انواع واشكال ديال الفيتامينات، املاح معدنيه، الياف اللي تتنشط لنا البكتيريا النافعه في الامعاء، وهذا هو المهم. اللي تتساعد الالياف تتساعد على الامتصاص وتعطي الراحه للامعاء. هاد الخضر الدور ديالهم تيخليو القنصه ديال الدجاج ديالنا حامضيه ماشي قاعديه، بما يعني ان ملي تكون حامضيه ما تتكاثرش فيها البكتيريا الضاره والخمائر والجراثيم ميكروبات بصفه عامه. اذا كانت المعده حامضيه، هادشي تيخلي المعده حامضيه باش ما يدوزوش الامراض للامعاء. زائد فيها السكريات، ديك السكريات اللي فيها بحال سكر الاوليلين، وفيها عده انواع ديال السكريات تنشطوا لنا البكتيريا النافعه. زائد انها فيها مضادات الاكسده اللي كاينه في اللفت الهبري واللفت الحمار، اللفت الصفر واللفت الابيض. هذوك مضادات الاكسده تحاربوا لنا الجدار الحره اللي غيتكونوا فيها الخلايا السرطانيه ولا الخلايا المرضيه. زائد ان هذوك مضادات الاكسده تيديروا لنا عمليه ديال التنظيف ديال الكبد، تنظفوا الكبد من السموم الفطريه ولا من الشوائب جراء الادويه ولا المعادن الثقيله. زائد ان تنشطوا لنا كما قلنا الكبد، وتتفرز لنا الكبد المراره، الماده الصفراء في المراره، والمراره تفرزها لنا في الامعاء وتتعاون في الهضم. تيكونش المشكل عندهم في العسر الهضم، تيكون الهضم على الدجاج ولا الفلوس تيكون بشكل جيد وشكل ممتاز. يعني هنا اللي بغيت نتقاسم مع الاخوان، زائد فيها بروتين نباتي، زائد فيها بزاف فيها المياه الضروريه اللي يحتاجها الجسد وكذا وكذا. ولكن اللي بغيت نتقاسم مع الاخوان هادشي راه بسيط تيبان لنا في متناول الجميع، ولكن القيمه ديالو والفوائد ديالو راه كبيره تبارك الله. ويمنح للطائر عده العناصر الغذائيه اللي محتاجها الجسد ديالو ترفع عليه المناعه، ويبقى عندنا داك الدجاج بصحه جيده ان شاء الله. هذا هو اللي كاين، موضوع خفيف مع خوكم زكريا، وصايبوا لي الخلطه ديالهم وانا نخلطها وانا مع الاخوان ديالي والاخوات كذلك. وانا في الاخر كما تشوفوا الاخوان هو خلطناه دمجناه مع شويه ديال الخرقوم، حط 5 غرامات ملعقه صغيره ديال الخرقوم. الشكل ديالو كيفاش يجي داير تبارك الله اللهم بارك. هذا هو اللي كاين، شوف داولي بيه.